رونالدو يطالب إدارة النصر بالتعاقد مع لاعب برشلونة. برشلونة يفوز على فيسيل كوبي بثلاثية وديا. فليك يشيد بأداء برشلونة أمام فيسيل كوبي ويؤكد التعامل بحذر مع راشفورد. فليك قادر على جعلي ألعب كرة قدم رائعة مع برشلونة. تصريح يهز إسبانيا من روني بردغجي بعد تسجيله هدفه الأول بقميص برشلونة. وإذا كنت من محبي ومتابعين نادي برشلونة، لا تنسى الاشتراك في القناة وعمل لايك ومتابعة لصفحتنا. وهيا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رونالدو يطالب إدارة النصر بالتعاقد مع لاعب برشلونة. أصبح المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة محط أنظار العديد من الأندية الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. في مقدمتها نادي النصر السعودي الذي يسعى لتعزيز دفاعاته استعدادا للموسم الجديد. التقارير الصحفية الأخيرة أفادت بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد طلب من إدارة النصر التعاقد مع كريستنسن، مؤكدا أنه سيكون إضافة مثالية للفريق. انضم كريستنسن إلى برشلونة في صيف 2022 قادما من تشيلسي في صفقة انتقال مجانية، ليشكل إضافة قوية في خط الدفاع. ورغم تعرضه للإصابات التي قللت من مشاركاته في الموسم الماضي، إلا أن مستوياته الثابتة والأداء الجيد الذي قدمه في بداية مسيرته مع برشلونة في الموسم الماضي. شارك كريستنسن في بعض المباريات، لكنه غاب عن العديد من المباريات بسبب الإصابات. ورغم المنافسة الكبيرة في قلب الدفاع، إلا أن اللاعب لا يزال يعتبر من الخيارات الرئيسية في تشكيلة الفريق الكتالوني. في المقابل، يسعى نادي النصر السعودي لإبرام صفقات قوية هذا الصيف، ويبدو أن كريستنسن يشكل جزءاً من خطط النادي لتعزيز صفوفه في الفترة المقبلة. يبدو أن النصر مستعد لدفع مبلغ مغري للظفر بخدمات المدافع الدنماركي، خاصة أن الفريق يهدف للمنافسة بقوة على الدوري السعودي بعد أن حل في المركز الثالث الموسم الماضي. برشلونة يفوز على فيسيل كوبي بثلاثية وديا. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الفوز في أول مباراة تحضيرية له على حساب فيسيل كوبي الياباني على هامش الجولة الآسيوية قبل الموسم الجديد 2025-26. وواجه برشلونة بقيادة الألماني هانز فليك نظيره فيسيل كوبي ظهر اليوم الأحد، وتمكن النادي الإسباني من تحقيق انتصار مميز بثلاثة أهداف مقابل هدف. وبدأ برشلونة بقيادة مدربه الألماني جولته الآسيوية قبل أيام قليلة استعدادا للموسم الجديد 2025-26، وسيتم استمرار المعسكر في كوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة. وشهدت المباراة الظهور الأول للحارس الإسباني جوان جارسيا بقميص برشلونة والقادم من صفوف فريق إسبانيول، والذي اختاره المدرب الألماني ليكون أساسياً من بداية اللقاء. فيما دخل البولندي تشيزني في الشوط الثاني كاملاً. وشارك الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد في شوط المباراة الثاني ليسجل أول ظهور له بقميص برشلونة هذا الموسم، لكنه خرج في الدقيقة 78. وسجل المدافع إيريك غارسيا هدف برشلونة الأول في الدقيقة 33 من عمر اللقاء، بعد تنفيذ ركلة ركنية متقنة سددها غارسيا في الشباك بعد إزحام داخل منطقة الجزاء على الفوز بالكرة. فيما أحرز فيسيل كوبي هدف التعادل عن طريق تايسي مياشيرو في الدقيقة 42 من عمر المباراة بعد خطأ في الاستلام من مدافع برشلونة كوبارسي. واستطاع روني بارديجي أن يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 77، وأضاف بيدرو فرنانديز سارمينتو الهدف الثالث للبلوغرانا في الدقيقة 87. فليك يشيد بأداء برشلونة أمام فيسيل كوبي ويؤكد التعامل بحذر مع راشفورد. حقق برشلونة فوزاً مهماً على فيسيل كوبي الياباني بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الأحد في إطار استعدادات الفريق الكتالوني للموسم الجديد. اللقاء الذي أقيم في اليابان شهد تألقاً لافتاً من لاعبي برشلونة مع إشادة كبيرة من المدرب هانز فليك. في تصريحاته بعد المباراة أعرب فليك عن رضاه التام عن أداء فريقه، مشيراً إلى أن برشلونة قدم بداية قوية خلال أول 30 دقيقة. وقال: كنا رائعين في البداية، لكننا فقدنا السيطرة بعض الشيء في آخر ربع ساعة من الشوط الأول، ومع ذلك استعدنا توازننا في الشوط الثاني وظهرنا بشكل ممتاز.
كما سلط المدرب الألماني الضوء على تألق بعض لاعبي أكاديمية لا ماسيا، مشيدا بشكل خاص بالموهبتين الشابتين جوفري ودرو فرنانديز. الأخير أضاف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 70 ليؤكد على قدراته المميزة رغم صغر سنه مواليد 2008، ويثبت أن فليك يولي اهتماما كبيرا بتطوير الشباب. وفيما يخص النجم الجديد ماركوس راشفورد الذي انضم لبرشلونة على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، أكد فيليك أنه يتعامل معه بحذر، وقال: راشفورد لم يتدرب كثيرا مع الكرة مؤخرا، ولذلك كان من المهم أن نكون حذرين في التعامل معه. هدفنا كان منح كل لاعب 45 دقيقة، لكن مع جيرارد مارتن اكتفينا ب15 دقيقة فقط بسبب عودته من الإصابة. أداء الفريق في هذه المباراة يعكس استراتيجية فليك في دمج اللاعبين الجدد مع المواهب الشابة لتحقيق التوازن المطلوب في الفريق. ومع إشارات إيجابية من فترة التحضير راشفورد، فليك قادر على جعلي ألعب كرة قدم رائعة مع برشلونة. تصريحات راشفورد بعد اللقاء. وفي حديثه بعد نهاية المباراة، أبدى ماركو راشفورد سعادته بالأداء الذي قدمه مع الفريق قائلاً: أدائي كان جيداً جداً اليوم، وكان من الرائع اللعب أمام هذه الجماهير الرائعة. من الجيد أيضاً أن هذه المباريات تمنحني الفرصة لتحسين لياقتي البدنية والتأقلم بشكل أكبر مع الفريق. وتابع راشفورد بتفاؤل: المباراة كانت مهمة لإدخالنا في أجواء الموسم الجديد. على الرغم من التغييرات العديدة بين الشوطين، أعتقد أن أداءنا كان متماسكا وجيدا. الأهم هو الاستمرارية في تطبيق أسلوب اللعب الذي يسعى فيليك إلى تطويره. وواصل راشفورد حديثه عن المدرب هانز فليك، مشيدا بقدرته على تحفيز اللاعبين وتوجيههم بشكل صحيح. أعتقد أن فليك قادر على جعلي أقدم أفضل أداء، وأنا هنا لأساعد الفريق في السعي نحو الفوز. سأستمع بعناية لكل النصائح التي يقدمها لي وأعمل على تطبيقها داخل الملعب. وأكد النجم الإنجليزي أنه مستعد للعب في أي مركز يحتاجه الفريق، مشيرا إلى مرونته في مختلف المراكز الهجومية. مركزي المفضل هو الجهة اليسرى، لكنني قادر على اللعب في عدة مراكز، وهذه نقطة قوتي. سأكون دائما مستعدا للعب حيثما يحتاجني الفريق لتحقيق النجاح. وأشاد راشفورد بالأجواء المميزة التي عاشها الفريق في اليابان، وقال: كان اللعب أمام هذه الجماهير الرائعة في اليابان تجربة مذهلة. لا نلتقي دائما مع مثل هذه الأجواء، وكانت فرصة رائعة للاستمتاع بالمباراة. تصريح يهز إسبانيا من روني برادغي بعد تسجيله هدفه الأول بقميص برشلونة. حقق النجم الشاب روني برادغي بداية مذهلة في مشواره مع نادي برشلونة بعدما أحرز هدفه الأول بقميص الفريق في المباراة الودية ضد فيسل كوبي في أول ظهور له. الهدف أضاف لحظة خاصة في تاريخ هذا اللاعب الذي وصف نفسه بالمنسجم بشكل كامل مع الفريق، مشيرا إلى اللحظات التي يشعر فيها بالراحة والاندماج التام في الأجواء المحيطة. وفي تصريح خاص عقب المباراة، قال روني برادغي: تسجيل أول هدف مع برشلونة هو حلم تحقق، لكن الأهم بالنسبة لي هو شعور الانتماء لهذا النادي العظيم. الجماهير هنا لا توصف، فهي رائعة وداعمة بشكل غير عادي، وتمنحني شعورا بالإيجابية والثقة في كل خطوة أخطوها على أرض الملعب. أما بالنسبة لرفاقي في الفريق، فأنا أعتبرهم عائلتي الجديدة. التناغم بيننا يجعلنا نشعر بأننا جزء من شيء أكبر، ونحن نعمل معا لتحقيق أهدافنا. المحبة والاحترام بيننا يتجاوزان حدود كرة القدم، وهو ما يجعلني متحمسا لمستقبلنا معا. من جهته، عبر المدرب هانز فليك عن فخره بتطور اللاعب الشاب قائلا: روني لاعب موهوب ويملك شخصية قوية. هو يتطور بسرعة كبيرة ويظهر التزاما ملحوظا في كل تمرين. الهدف الذي سجله اليوم يعكس تماما إمكانياته، وهو خطوة كبيرة له في مسيرته مع برشلونة. أما اللاعبون الآخرون في الفريق فقد أكدوا على كفاءة روني في الانسجام مع أسلوب اللعب الخاص ببرشلونة، مشيرين إلى أنه أضاف الكثير من الحيوية والسرعة للهجوم الكتالوني.